السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول بمنتهى الحيادية، ليه الراجل بيبص للست اللي أكبر منه سنا؟ بيبدأ من العشرينات لحد التلاتينات، بيبص للي في الأربعينات وبيبص في الخمسينات، ويقول إن هي دي بيفضلها عن دلوقتي الفتاة المراهقة اللي ما عندهاش خبرة ولا عندها خلفية في المجتمع، وبيبتدي يبص للي أكبر منه سنا. وكتير قوي 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 بيعجبوا بالنساء اللي وصلوا للأربعينات والخمسينات. ايه الأسباب اللي وصلت الشباب، رغم ان الظاهرة دي ما كانتش موجودة زمان، لهذا السلوك؟ اللي وصل الشباب لهذا السلوك الانترنت. سوقوا للمرأة الأربعينية إنها أيقونة الأنوثة وأيقونة الشهوات وأيقونة تلبية الرغبات. فأصبح السن ده سن عدم الاتزان. حتى لو 35 سنة أنا بعتبره سن لسه، يعني بيبتدي من الأربعينات سن العقل والنضج، ده حقيقي. فابتدى السن ده الشباب اللي فيه بتبقى تفكيرهم في المسألة دي فقط، فيبتدوا كله يطمع في الست اللي في الأربعينات والخمسينات. أنا أبشركم إن أنتم هتقعوا على خيبة تقيلة، لأن ما تخلوش الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج المسيحية وتزوج الكبيرة في السن، لأنه كان رسول كريم، كان بينشر الدين الإسلامي. انتوا مش هتنشروا الدين الإسلامي عشان تتجوزوا اللي أكبر. الست في سن 40 و50 بتفكر بعقلها، بتبقى شافت من الحياة تجارب كثيرة، فدايما بتفكر بعقلها وليس برغبتها خالص. بالعكس، آخر حاجة بتفكر فيها الست في السن ده رغبتها. لذلك تلاقوا كثيرات بيعيشوا لأولادهم، كثيرات إلا اللي عايشة في وحدة، أو ولادها قاسين عليها، أو ولادها مش بيصرفوا عليها، في ظروف تانية بتجبرها على الزواج. لكن لو عندها رأس مال، عندها استقرار نفسي، بتفضل طبعا ولادها. كمان السن ده بيجي بقى خشونة الرقبة وخشونة المفاصل وخشونة بقى والضغط والسكر بقيت عنكم. فالحاجات دي بتنهي إلا من رحم ربي الموضوع ده عند المرأة. ومحدش يقول لي انت بتتكلمي على نفسك عشان عيب، ماشي؟ محدش يقول لي انت بتتكلمي على نفسك، لا، في ستات تانية بيمثلوا عليكم والله. لان في ست بتوصل للسن ده بيبقى هنا عقلها خف شوية، خصوصا ازاي يبقى عندها اولاد وتروح تحب واحد عنده 25 سنة ولا 30 سنة. يعني ازاي؟ انا مش متصوراها. لو ما عندهاش اولاد ان شاء الله تحب بيبي يعني، لكن عندها اولاد لازم تبقى رسالة وقدوة حسنة لاولادها. الحاجة الاهم ان الانوثة والرغبة دي في الست من الصغر، ملهاش دعوة بقى بسن. فكل ما تكبر معاها، كل ما تكبر سنا بتكبر معاها. ملهاش دعوة بقى انها توصل للسن ده فتزداد انوثة ودلع، ملهاش دعوة خالص. ده دي بتبقى في جينات المرأة من الصغر، من جيناتها من الصغر ما فيهاش الموضوع ده، هتكبر مش هيبقى فيها الموضوع ده. اكتر السن ده بيفكر بعقله. سيبكم السوشيال اللي سوقت لهذا الموضوع، سوقت لهذا الموضوع. الست في السن ده بتفكر بعقلها. اخر حاجة بقى هختم بيها الفيديو: متى تكون المرأة محتوية الرجل وتديله كل الصفات التي يتمناها؟ امتى؟ إذا كان رجل وسيد الرجال. إذا كنت راجل وسيد الرجال هتلاقي أمامك سيدة بكل النساء، ومش هقول أكتر من كده.